بسم الله الرحمن الرحيم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. رحم الله الشاعر المفكر الشيخ الطيب السراج رحمة الله عليه. أنا دوما أبدأ بالحلقة بالآي وببيت الشعر للشاعر. اليوم أنا سعيد جدا جدا أن ألتقي بفضيلة الشيخ أحمد السناي، إمام وخطيب مركز ومسجد المنار الثقافي، رجل معروف تعرفه المنابر وكذلك المحافل الثقافية والدعوية، وشرف هذه المدينة، مدينة ميلبورن في ولاية فيكتوريا أستراليا. وعلى الرغم من أن فضيلة الشيخ كان مزحوما أكثر من زحمة الوزراء ورؤساء الدول الجماعة الأحباب في هذه المدينة تخطفوه، وكان برنامجه مزحوم. وعلى الرغم من ذلك محاضرة هنا وندوة هناك ولقاء هنا وهناك، ولكن لما نحظى بأن نتشرف بوجهه الكريم. ولكن حظنا في هذه القناة المباركة أن جمعتني معها. قدمت إليه طلب الحديث والمؤانسة في هذه القناة المباركة، فرحب مشكورا. ولذلك أنا أقول شكرا لك فضيلة الشيخ أولا، وشكرا لقناة السلام الله التي يبارك. فتحت لنا هذا المجال لنلتقي بك، ولكن وعدا منا إن شاء الله نلتقي وجها لوجه. وهذه هي الحلقة رقم 228 في برنامج مع اللغة العربية. طرحت عليه فضيلة الشيخ عنوان المسلم المثقف، صفاته. وإذا طرحنا هذا العنوان كيف تراه؟ لأنه أحيانا هناك من يصف من يلتزم بدينه رجل درويش يعني، أو رجل قديم يعني. والمثقف لا بد أن تكون تتحدث كلمات هكذا وتنسلخ قليلا من قيم الدين، لا مؤاخذة يعني، نعم. وتتأبط أفكار من هنا وهناك لتكون مثقفا. ولكن الثقافة الإسلامية إن هذا الدين الحنيف كما نعلم، وفضيلة الشيخ معنا نعمل مدخل ليس إلا يعني ربنا قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. أي حاجة في هذه الدنيا ربنا ضبط حركته. ولذلك المثقفون الحقيقيون هم الملتزمون بالدين، وإن الدين عند الله الإسلام. كما قلت فضيلة نعم. الشيخ، أنا لا أطيل. أولا أهلا ومرحب بك في هذه القناة المباركة، وهي قناتك حقيقة، وهي قناة كل الدعاء والحادبين والعاملين إلى الله والقائلين عملا وفعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تفضل شيخنا الكريم، آسف على الإطالة، رحب بمشاهديك وأهلا بك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. طبعا أنت رجل نعرفك، يعني ما شاء الله دوما ترفع من وعي المجتمع واهتمامك باللغة العربية. شيء حقيقة مشرف، ونفخر به أنك تسد مكانة وتسد يعني ثغرة مهمة جدا في المجتمع. ولذلك أنا أتشرف جدا بالتواجد معك في هذا اللقاء، وأسعد. ويعني كان لنا لقاء أيضا من قبل، نعم. يعني أيضا عبر الأثير. لكن إن شاء الله إحنا تواعدنا أن نلتقي بإذن الله عز وجل، ويكون اللقاء مباشر بحول الله عز وجل، فأنا أتوق لذلك اللقاء بإذن الله. بارك الله فيك. آم، نعم. فحقيقة زي ما ذكرت، ربما الزيارة كانت أكثر زيارة عائلية، لكن نحن نحاول يعني ما نقول لا لأحبابنا وأهلنا وإخواننا بارك الله. ومجتمعنا. هذا شيء يعني سبحان الله. ربما بعض الناس يلومون قليلا، يقول أنت يعني متواجد في أكثر، المفروض كانت الزيارة عائلية وكذا. لكن حقيقة كل من التقيت بهم هنا أنا شعرت أنهم عائلتي وأسرتي، يعني بما فيهم حضرتك. يعني لنا ذكريات ولا لقاءات، يعني جاليتنا وشعبنا تشعر دائما معهم بهذا الدفء، أنك بين أهلك وبين إخوانك. فالإخوة دائما يعني كانوا مرحبين ومحتفين بنا.
يعني ما شاء الله، إخوة يعزمون دائما ونلتقي ونخرج فلم يعني نشعر أننا خرجنا من داخل العائلة، يعني الأسرة، حقيقة. فالحمد لله على هذا الشيء. آم، طبعا العنوان ما شاء الله عنوان جميل، وجزاك الله خير، مدخل مهم جدا، المثقف المسلم. وكما تفضلت انه ربما النظره موجوده، انه هذا الذي يعني يلبس طاقيه، ولا يعني يتكلم بشيء من الوعظ، او يتكلم يستخدم ايات القران والاحاديث وكذا، ربما رجل ليس له صله بالثقافه، ولا يجب ان يتبوأ مكانه في المجتمع الثقافي وكذا. هذا موجود حقيقه، وهذا نراه احيانا في تعامل من يدعون الثقافة مثلا، يعني مع الدعاة أو مع من لديهم مرجعية إسلامية. وهذا خلل وسوء فهم، لأنه كما تفضلت يعني المثقف المسلم مثلا يعني هو لديه مرجعية، نور الوحي. الوحي كان نور لهذه البشرية، وكان نورا نزل على هذه الأرض، وأضاء بها وبدد بها ظلمات الجهل، وأنار بها الدنيا، وفتح بها قلوب وعقول وآفاق، غير بها هذه الدنيا. يعني الإسلام في خلال فترة بسيطة جدا، يعني لم يحدث هذا في تاريخ أي ثقافة أو فكرة أو حضارة أن انتشرت بهذا الانتشار الواسع من دون يعني حروب يعني ودماء وكذا. انتشر، وصل في خلال 100 سنة، وصل إلى سبحان الله مساحات شاسعة جدا، ولا يزال حتى اليوم. وما كان هذا إلا لقوة الإسلام، لقوة الفكرة نفسها. فالإسلام ليس دين يعني عاطفي درويشي روحاني هكذا، لا، هو يقوم على فكرة، ويقوم على نور من الوحي، ويقوم على حجة. القرآن يعني يتكلم بالحجة وبالمنطق وبالبيان يعني. نعم. فهذا سوء فهم، وهذا سوء أدب مع الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى كمرجعية لنا. فنحن نفخر، والحمد لله أن الإنسان المسلم المثقف أنه يستند إلى الوحي ويهتدي به كمرجعية واضحة في هويته. لكن نستطيع أن نتكلم على طبعا المسلم المثقف أيضا، وإنسان يعني منفتح، إنسان يبحث عن الحكمة، والحكمة ضالة المؤمن، وليس إنسان منغلق، ليس إنسان يعني لا يفكر، لا ينقد المعرفة والمعلومات التي تطرح بين يديها والتي يصل إليها. فربما هذه محاور ندخل فيها معك يعني بإذن الله إن عز شاء وجل. الله سندخل في محاور المسلم بين الانفتاح والانغلاق، لأنه برضو الانفتاح نعم. كده المشاع نعم. هكذا برضو و... نعم صحيح. وتاخذ راحتك كده شوية برضو، وأن صحيح. تكون منغلق برضو، منكفي على نفسك ومحبوس كده. نعم. كون الوسط يعني، يعني صحيح. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، نعم. نعم، شهداء على ويكون الناس. الرسول نعم. شهيدا عليه، إلى آخر الآية. نعم. نعم. قبل أن ندخل إلى لب الموضوع شيخنا، ممكن تدينا ملامح عن الندوات واللقاءات اللي عملتها حضرتك، سواء كان في المساجد أو في بعض نعم. المدارس، آه، نعم. حتى ما يتنور المشاهد الكريم يعني لمجهودك. نعم. تفضل. الحقيقة يعني هو أنا أشوفه يعني كما يقال جهد المقل. كانت في الأسبوع الأول، يمكن أنا أول ما جيت الإخوة يعني صليت بهم صلاة التراويح، آخر صلاة تراويح في رمضان. قدموني لها، وقدمت يعني هل محاضرة كانت في صغيرة مسجد بينها النجاشي؟ في مسجد النجاشي. هذا كان ثاني يوم وصولي للبلد. فهذا كان يعني جزاهم الله خيرا احتفاء منهم يا بي، سلام. وحسن ظن منهم بي. ثم الأسبوع الذي ثم بعدها بيومين طبعا كان، أو بعدها بيوم كان العيد. صليت صلاة العيد، أميت بهم في مركز الرابطة. نعم. فتشرفت أميت صلاة العيد وخطبة العيد هناك. ثم أيضا كان لنا لقاء عن العمل التطوعي في المجتمع، ويعني كان لقاء حقيقة جيد. وأنا أحب أسمع أكثر أيضا من الناس، من الحضور المحاضرات. لا أحب أن تكون مجرد الناس تتلقى يعني وتجلس وتخرج. الحراك والحوار وشيء من الاختلاف، أنا أحب هذا الشيء.
الحوار كان جميل، وكانت تطرح أسئلة ليس بالضرورة أن أملك كل الإجابات، لكن جميل أن نفكر وجميل أن نسأل وجميل أن نحرك الماء الراكد. نعم. فالحمد لله شعر الحضور أنه كان تحريك للماء الراكد أحيانا. وهذا أنا أظنه ينبع من أنه إحنا نتكلم بصدق وبشفافية عن قضايانا. نحن لا نأتي لعمل محاضرة، وهذا أيضا من أهمية يعني الأمور التي من مسؤولية المسلم المثقف، أنه هو لا يأتي لكي يكرر كلام ويعني يضع ديباجات معينة وعناوين معينة ويخرج من لقاءات الناس بدون أي فائدة حقيقية. لا، ربما يضع على الجرح، ربما يحدث شيء من الألم الخفيف، لكن هذا الصدق وهذه الشفافية مهمة جدا. أيضا عملنا لقاء عملنا لقاء مع الإخوة، مع يعني كان خاص بالرجال. تكلمنا عن الدعم العاطفي والاهتمام بالجانب العاطفي أو الصحة النفسية بالنسبة للرجال. وأيضا كان عنوان جميل جدا تكلمنا فيه، أنه أحيانا نحن الرجال يعني معشر الرجال ما لا نجد وقت نتكلم عن الصحة العاطفية والنفسية. بحكم مسؤوليتنا مطلوب منا دائما أن يعني ما نظهر هذا الجانب. ولكن كان لقاء حقيقة جميل جدا، وتطرقنا إلى جوانب ضرورة الاهتمام بهذه القضية، قضية الصحة النفسية. وحتى تكلمنا على دور الرجل اليوم بالمقارنة مع دور الرجل والأب والزوج في الماضي، والتحديات التي يواجهها الأب والزوج والرجل اليوم. وهذا من المواضيع المهمة جدا، أنا يعني أحب دائما أقرأ فيه وأتكلم فيه، لأنه يعني اختلفت الأدوار، وأصبح الرجل اليوم ينازع يعني في في مكانته وفي دوره وفي سلطته، ومطلوب منه في ذات الوقت أن يؤدي دوره على أكمل وجه. على كل حال يعني كان لقاء. وأعتقد كان لكم لقاء مع الأطفال. نعم، ثم في الآخر عملنا لقاء أيضا مع الشباب. كان أيضا لقاء جميل جدا، حضروا ما شاء الله حشد ممتاز يعني من الشباب والبنات. وأيضا يعني اخترت لهم موضوع عن ضرورة أن يكون هناك معنى لحياتهم. لم أريد أن أكلمهم في مسائل يعني خاصة بجانب معين من الجوانب الدينية وكذا. أي كلمتهم عن فكرة أن يكون في لحياة المسلم معنى، وأن يرى لوجوده هدف وغاية سامية. فكان أيضا لقاء جيد. وأيضا عقدنا لقاء فقط للأخوات للنساء، حتى أيضا يتوازى الأمر يعني مع اللقاء اللي كان بالنسبة للإخوة الرجال. وتكلمنا أيضا عن مشكلات المرأة كزوجة كأم في هذه البلاد، والتحديات، ويعني الاهتمام بالنفس، أنه الإنسان التوازن، مسألة التوازن العاطفي. وكان أيضا لقاء شيق. ثم أيضا كان لدي يعني محاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد نيوبورت. ما شاء الله مركز جميل جدا من المراكز الكبرى. ثم عملت معهم أيضا بودكاست في نيوبورت. نعم، كان لدينا بودكاست مع الدكتور هيثم. ما شاء الله. يعني كانت هذه بعض الجولات يعني. وليس كلها. ألم أقل لكم أن الرجل كان مشغولا أكثر الحمد لله. ينشغل به الوزراء، وهذا فضل من الله بالمناسبة. أن تكون لك زيارة، يعني هي زيارة عائلية، ولكن أن تقوم بمثل هكذا عمل دعوي إلى الله، هذا لا يلقى إلا ذو حظ عظيم يا شيخنا، وهذا فضل الله من يجعلنا من أهلها يا رب، الله يجعلنا من أهلها ويرزقنا القبول يا رب. نعم. وأنا أقول بشكل صريح باعتباري مقيم في هذه المدينة، هنالك كثير من الشيوخ ربما يغلطوك، يعني لم يتمكنوا من الالتغاء بهذا وذاك. وأقول إن أهل المدينة، مدينة ميلبورن، إن أحبوك يعني لم يتركوا لك جفنا، وإن كرهوك لم يرحموك. وحاجاك لقد قلت فيهم قولا بليغا أستاذ أحمد. ما شاء الله. هذه معايشة، هذه معايشة. أيوة. ولكن أعتقد أنه في تشابه بين الجالية المسلمة في هذه نعم. المدينة ومدينة لندن حيث تقيم هناك. نعم. إماما وخطيبا بمركز ومسجد المنار الثقافي. نعم. ما هي وجهات الشبه
وأنت نعم. رجل منداح للدعوة، والدعوة لا تعني الإريتريين، كما نعم. هي الدعوة يعني جمعت بين الرومي والفارسي والقرشي والحبشي كذلك. أيوة. نعم. نعم. ولذلك هل هناك وجدت ملامح، وهل هنالك وجدت أشياء ما موجودة هناك، وهناك نعم. موجودة هنا ما موجودة؟ نعم، يعني طبعا التشابه كبير جدا. الجالية الإريترية تتميز بالعلاقات الاجتماعية، فسبحان الله نفس الشيء، يعني بخاصة ربما في مناسبات الحزن. نجد هناك دائما في العزاء على سبيل المثال، مم. الناس يعني تأتي من كل مكان وتقف حقيقة وقفة مشرفة، وقفة جميلة، تعاطف، تكاتف، مساندة. أيضا الأمر الآخر اللي ربما رأيته من التشابه أنه يعني جاليتنا وشعبنا شعب محافظ في العموم، يعني برغم المقام في في الغرب، يعني سواء استراليا او بريطانيا مثلا، اكثر من 30 عاما الان، يعني الناس دخلت قريب ال 35 او اكثر، تبقى الجاليه الاريتريه يعني المسلمه محافظه نوعا ما. يعني في قدر ما الاسره لا تزال قائمه يعني كيانها، لا تزال موجوده. طبعا طبيعي نتاثر كاي بيئه اخرى بتواجد في الغرب. احنا لا يمكن ان نكون منعزلين عن اي تاثر، لكن في المجمل وجدت ان الاسره الاريتريه محافظه بقدر كبير جدا. الابناء لا يزالون ينشؤون في داخل الاسره، يحتفظون بقيم كثيره من قيم الاسلاميه الاريتريه، وهذا شيء جميل، وهذا شيء يشكر للبيوت والعوائل. هناك قدر لا بأس به من الاستقرار. أكيد تأثرنا أيضا بالهزات الاجتماعية التي تحدث، يعني سبحان الله، من يعني الانفصال في البيوت وكذا والمشكلات، لكن في المجمل لا يزال المجتمع محافظ، لا يزال المجتمع بشكل، يعني قيم الأسرة موجودة فيه. إذا قلنا الاختلاف ربما في التحدي، يمكن الأسر الإثرية والجالية الإثرية والمهاجرين بشكل عام في أوروبا لديهم تحديات أكبر، بخاصة في الفترات الأولى. يعني ربما أهلنا وأحبابنا هنا في ملبن ما شاء الله جو يعني فيرست كلاس، يعني جايين بالطيارة. كان استقبال الفاتحين يعني. اوكي. بينما هناك الأمر مختلف. الناس تأتي وتجد واقع يعني صعب. مسألة الإقامة، الناس كثير تأخذ لها وقت وفترة حتى تحصل على الإقامة. ثم السكن، أيضا هذا تحدي في بريطانيا وأوروبا بشكل عام. السكن مسألة صعبة، يعني بيوت صغيرة غالية جدا في التكلفة. ربما ما شاء الله بحمد الله بفضل الله عز وجل، شفت هنا في ملبن في استراليا الوضع يبدو احسن. الناس مرتاحه نوعا ما، يعني من ناحيه السكن، من ناحيه الاقامه. آم، اكيد في تشابه في مسائل وجود التحدي نفسه، تحدي تربيه الابناء ومثل هذه المسائل، اتوقع ايضا موجود يعني بقدر كبير من التشابه. جميل جدا. مشاهدينا الكرام، لا زلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، منها أنا أحمد شريف، مع فضيلة الشيخ أحمد أسناي، إمام وخطيب مركز ومسجد المنار الثقافي بلندن. شرفنا هذه الأيام بالمدينة، واختطفناه اختطافا سليما، اختطاف المثقف، شرعيا. مثقف وشرعيا. وسنطلق سراعه إن شاء الله آمنا، ويأتيكم إن شاء الله عائدا بالسلام إن ان شاء الله شاء إلى الله. لندن. وحتى ذلكم الحين سنلتقي بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ، نحن نؤمن على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، الخلفاء الراشدين، والصحابة الذين فدوا هذا الإسلام بكل ما عندهم حتى يصل إلينا هذا الدين الحنيف، نؤمن إيمانا قاطعا على أنه كانوا هم القمة في كل شيء. وبما أننا نتحدث عن الثقافة، كانوا مثقفين من الدرجة الأولى. وأشار فضيلة الشيخ على أنه كيف هذا الإسلام بفكره و... و... وحجته البالغة، أنه حول ناس كانوا في الصحراء ومجرد رعاة، يعني ختاهم نعم. أنهم يقودون نعم. الأمم والشعوب، ولو نقل نعم. لهم الثقافة
متكاملة، ثقافة فكرية ودينية واقتصادية، والسيرة عطرة يعني. نعم. فلذلك نحن هؤلاء هم قادتنا في الثقافة، نعم. ثقافة الحياة وثقافة دنيا وآخرة يعني. ولذلك نعم. ربما الناس ينبهرون بالثقافات الدنيوية، ولكننا كمسلمين نحن ثقافتنا دي مسخرة إلى أن تدخلنا إلى الجنة مع الصديقين والشهداء نعم. والذين عملوا حسن الأعمال يعني. فإذا نعم. سألنا شيخنا الفاضل في هذا العصر الذي نعيشه، من أين تبدأ ثقافة المسلم؟ فكرة الثقافة المعاصرة التي نتعامل بها مع واقعنا، وفي نفس الوقت نصطحب معنا التاريخ المشرف. نعم. أمة مسلمة لها دعوة إلى الله، ومؤهلة نعم. أن تقود هذه نعم. البشرية إلى بر الأمان. فلو تسألنا من أين تبدأ فكرة الثقافة للإنسان المسلم العادي؟ نعم. سبحان الله، يعني جزاك الله خير. تكلمت كيف أن هذا الدين بدأ من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، يعني كانوا جيل متفرد وحملوا هم عظيم. سبحان الله، إذا نظرنا إلى مثال واحد على سبيل المثال، الصحابي الجليل ربعي بن عامر في معركة القادسية حينما تكلم مع قائد الروم، سأله قائد الروم: من أنتم؟ يعني أنتم ما هذه المجموعة التي يعني خرجت وتتحدى إمبراطوريات من أنتم؟ ماذا تريدون يعني؟ فقال: نحن قوم ابتعثنا الله. الله. وهذا معنى عظيم جدا، أنه لم يقل نحن أتباع رجل ابتعثه الله، لا، قال نحن قوم ابتعثنا الله. هو يرى نفسه أنه مبتعث من الله سبحانه وتعالى، حامل لرسالة. ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ظلم الدنيا إلى من ظلم الدنيا إلى نور الآخرة، وهكذا. فبين سبحان الله هذا الصحابي البسيط أنه صاحب رسالة، وهكذا هو المسلم، يحمل هما ويحمل رسالة في هذه الدنيا، ويعيش لمعنى ويربط الدنيا بالآخرة. فعبر بهذه الكلمات البسيطة عن رسالة الإسلام، وعبر عن موقف المسلم ودور المسلم. فلم يكن الصحابة مجموعة من الناس الذين يبحثون عن الدنيا، عن مطامع من الدنيا. كان الغاية كلها إيصال نور الإسلام ونور الوحي إلى البشرية، وعزهم الله سبحانه وتعالى وأكرمهم، ولم يكونوا أصحاب مطامع شخصية. بعضهم لم يرى حتى يعني انتصار الإسلام. رجل مثل مصعب بن عمير، هذا الرجل الذي كان سفير الإسلام، والذي كان أصلا عاش حياة البذخ وعاش حياة الرفاهية يعني، وترك كل هذا. وحينما يعني قتل في غزوة أحد لم يجدوا ما يغطوا به، يعني يكفنوه به بشكل كامل، حتى بكى بعض الصحابة، قالوا هذا كان رجل مرفه، كان رجل يعرف إذا مر من طريق من الطرقات من العطر الذي يستخدمه، لا يستخدم هذا العطور أي أحد. ف يعني في غزوة أحد، يعني هذا في بدايات الإسلام، لم يرى منصب ولم يرى شيء في يعني في صدر الدولة الإسلامية وكذا، لم يصل إلى شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا حينما أخذ البيعة، بيعة العقبة، من الصحابة من الأنصار، قال لهم: يعني تمنعون مما تمنعون به منه أبناءكم وكذا وكذا. فقالوا: وماذا لنا في المقابل؟ قال: الجنة، ما في شيء ثاني. يعني ما في شيء معين في هذه الدنيا. لا قال لهم والقبائل التي كريدت ولا رصيد في البنك الفلاني ما في ولا. أي، نعم. وحتى حينما استنصر بعض القبائل في مكة في موسم الحج، إحدى القبائل يعني قالوا له: ماذا لنا؟ يعني نحن نخوض ندخل مع العرب كلها وترمينا العرب عن قوس واحدة وكذا. فقالوا: لا، قالوا: يكون لنا الأمر بعدك. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أريد، ما في شروط، ما في شيء من حظوظ الدنيا، ما في وعد بشيء من الدنيا، هو أمر لله سبحانه وتعالى. فهذه هي رسالة الإسلام، وهذه يجب أن تكون رسالة المثقف الثقافة السياسية المسلم. نستطيع أن نقول ذاته يعني أن تسوس الأمور. طبعا عفوا عن المقاطعة، في وحدين تفضل. يفتكروا إنه السياسة دي هي بس النظريات والمؤامرات والعلاقات مم. الدبلوماسية وعلاقات الدول والسياسة وعلم السياسة. ينسون إنه هذا الدين إنما جاء ليسوس حياة الناس. الناس، نعم. وكان يسوس. الأنبياء، كان أنبياء بني إسرائيل يسوسون قومهم، هكذا في الحديث يعني. ولذلك هذه الثقافة السياسية مم. اللي زي ما تفضلت حضرتك، حتى الهجرة الأولى للصحابة
لما نعم. مشوا للنجاشي نعم. الصحابي الجليل، يا والخطاب سلام. السياسي الذي دار في المجلس. نعم. نعم. يعني ده يوريك انه ان هذا الدين الحنيف اذا ما اقبلنا اليه اقبالا كاملا وعن قناعه وايمان، فانه يعطيك كل انواع نعم. الثقافه، سياسيا نعم. ودينيا نعم. وفكريا واقتصاديا وحتى نعم. فنيا كذلك. نعم. ذلك نعم. الثقافه الفنيه، نعم. معنى نعم. انك كيف توظف هذا الإبداع الذي ربنا خلقه في هذه الدنيا. لماذا ننظر اليوم عزيزي المشاهد الحدائق الجميلة والعمارات؟ نعم. وهذا فن نعم. الإبداع وفن الجمال. حتى نعم. نمارس الثقافة السياسية الفنية، وفي نعم. نفس الوقت برضو لا ننسى أننا أصحاب رسالة. ولذلك نعم. المثقف المسلم، وبالذات في هذا العصر الذي نعيشه، حيث الثقافة والفرص الموجودة برضو تدعونا لنتثقف أكثر، ونؤمن نعم. على أننا كيف نوظف هذا الدين الحنيف لما يمكن أن نتعامل به، ولما يمكن أن نستفيد به في عصرنا الحاضر نعم. والعصر القادم إن شاء الله. في تفضل. جانب النقطة سبحان الله الجانب الفني اللي ذكرته، يعني سبحان الله القرآن يلفت نظرنا إلى إبداع الله سبحانه وتعالى في الكون، إلى التأمل في خلق الله عز وجل، إلى أنه يرتقي بذوقنا وبيرتقي بإحساسنا سبحان الله بهذا الكون الموجود حولنا، والتأمل فيه. هذا معنى يعني راقي نعم. جدا، ومعنى يعني من معاني الرقي والسمو بالإنسان المسلم. بديع السماوات والأرض. نعم. نعم. كلام ممتاز، بارك الله فيك. طيب فضيلة الشيخ، انه طبعا امر الدين، لاننا ما مثقفين دينيا وسياسيا وثقافيا واقتصاديا كمسلمين عاديين، وجدنا نعم. ابائنا مسلمين والحمد لله واصبحنا مسلمين، فلان ابن فلان وهكذا. ولكننا نعم. يعني احيانا لا نستشعر انه ما هي وهذا طبعا تجده في الذين دخلوا الاسلام بعد نعم. تمحيص وبحث وما إلى ذلك، وأنت نعم. رجل معايش في الحضارة الغربية ولكن متمتع بدينك. ولأننا نشأنا هكذا في بيئة إسلامية، فلا يعني ما نفهم إنه إن هذا الدين الحنيف لما تدخل عن قناعة وعن علم وعن بحث، نعم. فتتبدى لك المظاهر الحضارية، وزي ما أشرت في القرآن الكريم وحتى في السنة النبوية الشريفة. نعم. ولذلك برضو أحيانا نحن نتعامل بخلفيتنا العادية وخلفيتنا التي لا تدخل إلى الأعماق أكثر. بمعنى مثلا شيخنا، إذا دخلنا المسجد ودايرين نصلي، فدائما ننظر إلى من هو لابس جلابية وعامل طاقية مم. وملتحي شوية وبرضه طاعن في السن فنقدمهم. بينما الثقافة المثقف المسلم قد يئمك نعم. أصغر الناس، وأنت صحيح. تعرف شروط الإمام فضيلة الشيخ: نعم. أقرأهم لكتاب الله أحفظهم وأقرأهم وهكذا. نعم. فمن هذا الفهم التقليدي لنخرج شيخنا الفاضل، ماذا علينا أن نفعل؟ إنه يعني علينا أن نمارس هذا الدين وننطلق به بعيدا عن الأشياء الانطباعية اللي عندنا اللي نشأنا عليها، وهكذا بالحفاظ على قيم كثيرة دينية. نعم. وهو الإسلام والقرآن يعني على وجه التحديد يدعونا إلى التفكر، ويدعونا إلى البحث والنظر، لا يدعونا إلى التسليم هكذا وإلى أخذ مسلمات لم ننظر فيها ولم يعني نقلب فيها النظر والفكر. فالمسلم الأصل أن يكون لديه هذه الملكة النقدية، أنه يعني يسأل. وهذا كان دأب الصحابة رضي الله عليهم، كانوا يسألون دائما. وكان حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة الوقوع فيه. سبحان الله، شوف يعني هذا الفهم وهذا نعم. بعد نظر. نعم. يعني يقول أنه أريد أسأل عن الحاجات اللي قد تشتبه على الناس وقد تكون فيها إشكال وقد يقع فيها الناس. فكان هذا أيضا موجود دائما. والقرآن ذم الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه لم تكن فضيلة لقريش يعني.
أنها كانوا يقولون أننا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أنه ما نريد أن نخرج عن هذا الخط، وهذا يعني أدى إلى الهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم حاول مع عمه أبو طالب قدر المحاولات، لكن ما منع أبو طالب من الاهتداء إلا أنه لا يريد أن يخرج عن خط أباه. كان أبو جهل واقف بجنبه يقول يعني أتترك دين أبا، كانت مسبة وكانت عيبا. لكن في الإسلام هي يعني من السيئات أن الإنسان يتمسك بشيء ويقول أنا وجدت الناس عليه وأنا لا أخرج عليه. القرآن والإسلام أيضا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا على قدر من الشجاعة أن نواجه أنفسنا، أن نواجه المجتمع. إبراهيم عليه السلام رجل واجه قومه بالحجة، ويعني كاد لهم مكيدة وأراهم الأصنام وجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم، وعلق الفأس في كتفه. قال لهم بل فعلها كبيرهم، يعني أنا إيش دخلي بالموضوع. فدخلهم في مشكلة يعني. فقال لهم يعني هل يسمعونكم أو ينفعونكم أو يضرون؟ البحث والنظر والتقليب هذا لي. جدلية، نعم، ثقافة الحوار. أيوه، ثقافة الحوار. والصحابة كانوا رضوان الله عليهم كان لديهم هذه الشجاعة، لكن كانوا أستاذ أحمد كانوا يفرقون بين الوحي الواضح، النص الذي ليس فيه القاطع، وبين ما هو مكان للتأويل ومكان للأخذ والعطاء. فكان الصحابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة أحد، حينما اختار النبي صلى الله عليه وسلم موقع يعني البئر الذي اختاره ليكون البئر الذي يكون عليه، فقال هل هذا وحي من الله أم رأيا رأيته يا رسول الله؟ فقال بل رأي رأيته. فماذا قال؟ قال ليس هذا بالرأي يا رسول الله. يا سلام. الآن تقول لواحد تقول له ليس هذا بالرأي، يعني يقول لك أنت تتطاول علي. كيف تقول لي هذا ليس بالرأي يعني؟ لكن هذه الشجاعة كانت عند الصحابة، لكن مع الوعي التفريق. إذا كان وحي المسلم يثق في الوحي، حتى إذا أنا ما أعرف المسألة وما أعرف خلفيتها أنا أتركها إلى الله سبحانه وتعالى. هذا جزء من علاقتي بالله عز وجل. التسليم بالأمر. نعم. التسليم بالأمر والإيمان بالغيب، يعني هذه من أبجديات وأساسيات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إنه لا يمكن أن أدخل في الإسلام وأنا رافض لفكرة الاستسلام للغيب وأن أسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. لكن ما لم يكن نصا واضحا قاطعا مجال التفكير فيه ومجال السؤال فيه ومجال البحث فيه موجود، والحق لا يحتكره أحد في نهاية المطاف. والحكمة يعني ضالة المؤمن. والحكمة ضالة المؤمن. نعم، نعم، أنه وجدها فهو أحق بها. نعم نعم نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ولأننا يعني مأمورون أن نتبع الدعاء، إماما جعل ليؤتم به، خطيبا في المسجد لا بد الاستماع إليه، على الرغم من أن مساجدنا السماع لها كثير، حتى خطب الجمعة. أما خطب الأعياد هذه فأنت سيد العارفين. نعم ولكن الخطيب الذي يتقدم الماء، لأنه هذا المنبر وقف فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابة وقادة نعم. قادة الرأي والفكر، قادة العسكريين الكبار. ماذا تكون كليات الحربية هذه التي يتخرج منها بالنياشين وهكذا؟ قادة زلزلوا نعم الباطل على حق يعني. الله أكبر. ولذلك أحيانا، ولكن الواحد يحس فضيلة الشيخ على أن دعاتنا أحيانا، لأنه الدعاء برضو طالما نتحدث عن المسلم المثقف، نعم أعتقد أنه الداعية المثقف في هذا العصر أنه برضو له دور كبير، بالذات نشر الإسلام ونشر ثقافة الإسلام وحقيقة الإسلام، يعني إقناع الإسلام دين مقنع. يعني كل من فتح ذهنه وأصبح عاقلا فأنه يهتدي إلى الإسلام، بدليل أنه ما فيش عاقل بيدخل النار. لو كنا نسمع قول، لو كنا أو نعقل ما كنا. ولذلك العقل يهديك إلى الإيمان والإسلام. لكن دعاتنا أحيانا الواحد يلاحظ فضيلة الشيخ أحمد أنه ما مثقفين تلك الثقافة العصرية. وعندما نقول الثقافة العصرية عزيزي المشاهد، ليست تلك اللغات التي نعنيها مثلا، لكن أن يكون فاهم عصره،
نعم. فهم التحديات الموجودة، فهم نعم. الصراع الموجود. هل هو حوار بين الأديان، أم هو نعم. صراع، أم كيف يعني نرى الغرب على بطلان حضارته مثلا أنه نعم. مستمسك بأشياء ومالك زمام أمور كثيرة، نعم. والمسلمون على أحقية دينهم. ولكن أين اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده نعم. كالطير مغصوصا جناحاه؟ ومن صحيح. الإسلام مع الأسف الشديد نرى كيف تتراجع يوما بعد يوم. فأين نعم. نحن من الخطيب المثقف أن نعم. يخاطب الإنسان المسلم؟ وخطابنا ليس لمن هو داخل المسجد حقيقة، يعني نعم. نعني في المسجد وخارج المسجد، أن نعم. نخاطبه بأدوات عصره، نعم. بتحديات عصره. نعم. فأعتقد نحتاج برضو إلى شوية فكفكة الملامح بالنسبة نعم. للخطيب والداعية المثقف. نعم، جزاك الله خير. يعني حقيقة ذكرت نقطة، يعني منبر الجمعة حقيقة هو أمانة كبيرة ومسؤولية كبيرة. وعبر منبر الجمعة يعني تغيرت وجوه من وجوه يعني ثقافات شعوب، ويعني حقيقة تغيرت أشياء كثيرة. كان لدور المنبر شيء كبير جدا، وكان العلماء لا يستغني عنهم القادة، وكانوا هم الوزراء الحقيقيين، يعني كان لهم من تأثير نعم. وهذا الأمر. لكن واليوم ربما أستاذ أحمد أنه الأمانة أكبر، لأنه لا تزال الآن خطبة الجمعة هي الشيء المتبقي الذي يربط الناس يعني بالداعية الآن أنا مثلا لو قلنا في مسجد عملنا إعلان لمحاضرة، يعني أنا أؤكد لك لا يحضر ممكن أكثر من صفين. يعني هذه الناس اللي يعني فرغت شوية من وقتها وتكرمت وتفضلت يعني مثلا علينا بأن تأتي وتجلس لكن أنا عندي فرصة خطبة الجمعة، أنا ما أحتاج أعمل إعلان لخطبة الجمعة. صحيح. خطبة الجمعة يعني الناس يعني قل مرغمين، قل يعني مقتنعين، قل ما تقول، سيأتوا يعني وسيجلسوا قبل أن يصعد الإمام المنبر راضين أو وسينصت. مذعنين يعني. نعم. بالضبط. فالآن هذا المخاطب لهم، الداعية الشيخ العالم الخطيب، جاءته فرصة ذهبية. أناس منصتون لك لمدة نصف ساعة، لا يتحرك ولا يجوز لأحد أن يتحرك، يكون ارتكب ذنبا إذا تكلم أو إذا همس أو إذا فعل شيء. وهذا أيضا يعني من هذا خير عظيم، وهذه فرصة ذهبية أن أنت تجد ناس في غاية الإصغاء نصف ساعة يعني في المعدل. سبحان الله، أنا أذكر كانت امرأة في بريطانيا في لندن، هذه يعني استدراك كذا أو خروج نعم. شوية، يعني كانت لا لا أبشر. فهي كانت تعمل محامية، هي مسلمة. مم. وكان الأمر هذا بعد أحداث 11 سبتمبر، وكان الأمور كانت ملخبطة. يعني هناك كان في حقيقة تجني على المسلمين، وفي ناس يعني أخذوا بجريرة كلام أو شيء يعني قالوا ربما في يعني منصة أو كذا. المهم حدثت أشياء، وكانت هذه المرأة تدافع وتحاول أن يعني هي محامية، فكانت تقول لو أن لي فرصة يعني في خطبة جمعة يعني لتكلمت ولو قلت كلاما. يعني أنا لما رأت أن خطباء تأتيهم هذه الفرصة ولا لا يقدمون شيئا، فحقيقة فرصة خطبة الجمعة هي لا تزال، هذه هدية الله سبحانه وتعالى لكي نعم. يربط المجتمع ببعضه البعض. كل أسبوع مرة يعني تقدم هذه الفرصة لمن يخاطب الناس، فكيف نضيعها؟ كيف مؤتمر إسلامي، مؤتمر. نعم. مؤتمر حقيقة؟ يعني الآن نحن لو كنا في أستراليا، على يعني مساحة أستراليا كلها والمراكز والمساجد الإسلامية، في لحظة خطبة الجمعة عدد المسلمين اللي جالسين يستمعوا لخطاب يعني يقدم لهم ويشكل شيء. أغلبية على فكرة نعم. من المفهوم الديني يا شيخ أحمد. نعم. بالمفهوم الديني نعم. كالمعتقد، يعني نعم. المسلمون أغلبية في هذه البلاد، أصحاب معتقد أصحاب يعني. معتقد. السلام، شكرا. ولذلك هذا المؤتمر جامع. الأسبوعي جامع. أسبوعيا. نعم. فما بالك لو تم لو تنسيق تم الخطاب ترتيبه واستفادة منه، كيف كان سيتغير حال المسلمين فقط في استراليا نقول مثلا، أو في بريطانيا، أو يعني في ذاك اليوم لو حسبت أعداد الناس ستجد أنه أعداد ضخمة جدا من الناس تأتي إلى، حتى الذين لا يذهبون إلى المساجد يعني بشكل يومي. هذه هي الفرصة، يخرج الإنسان من عمله، يعني يأخذ وقت ويقتطع
من عمله. هذه نحن لا نفكر في هذا الأمر بعمق، نعم. لكنه حقيقة خطبة الجمعة لا هذه يمكن مسؤولية. أن تخاطب كما تفضلت، أن تخاطب الجالس، نعم، تخاطبه ومشكلات عصره ما تهبش يعني، مستحيل، كما يقال يعني. مستحيل. هذه فرصة ذهبية لكي نقول ما يجب أن نقوله، ولكي يجب أن نصل إلى أعماق المشكلات، ولكي نجعل الناس يعني ميزة خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة التي يقول عليها بإذن الله يعني خطبة، يعني خطبة جمعة حقيقية، هي التي يخرج الناس من المسجد ويفكرون، تعمل التفكير عندهم. يخرج الإنسان من المسجد وهو يفكر، يراجع نفسه، يقول هل هذا ينطبق علي؟ هل هذه المسؤولية كان أنا التي يجب أن أخذها؟ هل يخرج من هذه الخطبة وهو يراجع، يفكر، يحلل، ينقد نفسه، ينقد ربما تصرفات أو سلوكيات يقوم بها، يرى المجتمع بطريقة أخرى، يرى واقعه لكن هذا يحتاج إلى المعاملات. نعم. نعم، هذا يحتاج إلى يعني خطيب الجمعة ومن يعتلي هذا المنبر يجب أن يكون أهلا للمسؤولية، كما تفضلت، مدرك لواقعه، فاهم الواقع، أيضا مدرك لأدوات الخطاب. يعني ومن أدوات الخطاب أيضا اللغة على سبيل المثال، يعني يستطيع أن يخاطب الناس بلغة يفهمونها، بلغة بسيطة سهلة أيضا، لا تكون صعبة، لا تكون القصة أنه أنا أريد أن يعني أغرف من كتب التراث وأحشو الخطبة وأنمقها بمقولات، ويعني وقال سفيان الثوري وقال يعني ابن تيمية، فقط أحشيها بما يعني يزينها ويجعلها كأنها تبدو خطبة عصماء. لا، أنا أتكلم بأبسط بلغة بسيطة سهلة. كذلك، ولا تكن كذلك يعني برضو خفيفة كده، عادي كده، وخطابات نعم، محفوظة، ما لا تكن بين هكذا برضو. نعم، لا، هي بلا شك، هي عميقة في معناها، هي تصل إلى عمق وتحل ظواهر المجتمع، ويعني تنقد الواقع وتتلمس مواطن الخلل في حياتنا كأفراد، كأسر، كمجتمع. لا شك أنها عميقة نعم. في نعم. فكرها وفي محتواها، تمس الحياة لكن المباشرة. تمس الحياة بشكل مباشر وتهز الناس. يعني يخرج من الخطبة وقد تأثروا بهذا الكلام الذي سمعوه، وغير ربما مفهوم عندهم. هذا هو المعنى الذي، لكن كما قلنا هذا يحتاج إلى أن يكون خطيب الجمعة أولا مدرك لهذه الأمانة، أنه لا ينظر إلى أنها فرصة، مجرد فرصة أسبوعية ليعتلي المنبر ويقول ما يقول خلاص. يعني لا، يحضر لها، يفكر فيها الأسبوع كله، يختار الموضوع بعناية، لا يكون أي موضوع عام يعني أو موضوع مكرر، يكون قريب من واقع الناس، اللغة التي يخاطب بها الناس أيضا، فيحضر لهذا اليوم ويجهز لهذه الخطبة ويوصل رسالة في هذا اليوم. يعني فتكون سلسلة الخطب تغيير لمفاهيم في حياة الناس، لمس لواقعهم، يعني حقيقة مسؤولية كبيرة جدا مراجعة خطبة الجمعة. أسبوعية، نعم، مرشد نعم، أسبوعي يعني. صحيح، صحيح. صحيح، ويكون فرصة. الخطيب كمان للمذيع البرامج ومعد مم، البرامج عنده خارطة برامجية. على بالضبط، الإمام وعلى الخطيب أن يكون عنده برضه خارطة يعني صحيح، خطبية. ستة نعم، شهور حيركز في كذا، لو عملنا بهكذا، وبعد 6 شهور يركز في شيء وكذا، يركز في مواضيع. نعم، لانتشلنا نعم، المجتمع من أشياء كثيرة. فضيلة بالضبط. الشيخ، أنا عايز شهادة منك. هناك بالذات الذين يعملون في مجال الإعلام، مم، طبعا كما قال الشاعر: يد الإعلام تهدم ما نعلي، وهل يعلو البناء بالانهدام؟ مم، يعني وباسم الفن وباسم الفلكلور وأشياء كثيرة. نعم، لا، هي في عبارة كده بيقولوها الناس قصدا أو جهلا لا أدري، كثير من الإعلاميين: مم، الإسلام السياسي، مم. خطاب الإسلام السياسي، أو المفهوم ما يعني هو الإسلام جاء ليسوس حياتنا: سياسة، اقتصاد، نعم، ثقافة، زواج، طلاق، موت، حياة، كل نعم، شيء. نعم، صحيح. ماذا تقول الإسلام السياسي الأول، الإسلاموية وما بعد؟ في حاجات كده مصطلحات بيكرروها نعم، المسلمين للأسف الشديد فضيلة الشيخ. نعم، نعم. ف... هو هذه إشكالية، إنه إحنا في بعض الناس يأتوا هم ينظروا إليه على أساس أنه مصطلح، ينقلوا هذا المصطلح، لكن لا يفهموا أنه ما وراء هذا المصطلح
يعني يجب أن نفهم ما المقصود به. ف يعني إذا كان الكلام هو النقطة هنا أنه الإسلام لا دخل له بالسياسة، هذا كلام غير صحيح، وهذا كلام يصادم أصلا فكرة الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوس المجتمع، وكان يعقد التحالفات، وكان يعقد المعاهدات، وكان ينظم شؤون الحياة. والقرآن كله تنظيم لشؤون الحياة، يتعلق بالجانب المالي، بجانب المعاملات الاجتماعية، جانب الطلاق والزواج له تشريعاته. يعني أين الجانب الذي يقال أن الإسلام لم يغطيه أو غير موجود فيه؟ هذا دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان المسلم يعني الذي يفهم دينه ويفهم أنه هذا الدين عقيدة، ليس فقط مجرد طقوس عبادات. بعض الناس يريد أن يعني يحشرنا في زاوية أنه يعني مارس العبادات وكذا صلي وصوم وخلاص. لا، ويحج وهكذا وخلاص. أيوة، خليك في المسجد، وأنت يدخلك في الاقتصاد وفي السياسة وفي فقد يختلف الناس مع بعضهم. قد تنقد إنسان مثلا، يعني إذا أراد الناس أن يختلفوا مثلا مع رؤية يطرحها مثلا عالم أو مفكر أو كذا، هذا لا بأس، البشر ليسوا معصومين. لكن فكرة أنه الدين هذا، أن يقال أنه الدين هذا جاء فقط لجانب معين وليس له صلة بشؤون الحياة، هذه مسألة خطيرة جدا. هذه يعني أقل ما فيها أنه فيها فهم خاطئ للإسلام. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام هو يعني دين يحكم كل شيء في حياة الإنسان، هو منهج حياة، منهج حياة. نعم. منهج حياة متكامل، يعني الإنسان يعيشه لأنه هو دين الله سبحانه وتعالى. صحيح. المشكلة يخلط الناس بين أن يختلفوا مع فرد أو جهة سياسية، أو جهة أو جماعة على سبيل المثال يعني دعوية، أو حتى عالم، أو حتى البشر. اختلف مع البشر كما تشاء، والحجة بالحجة. أما الدين نفسه واعتقادنا في هذا الدين، هذا لا لبس فيه. هذا دين الله سبحانه نعم. وتعالى، وهو يشمل جوانب الحياة كلها يعني. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإعلاميين، وأحيانا هناك خطبة كذلك نعم. يرددون مثل الإسلام السياسي إسلام سياسي. والعلمانية وهكذا، يعني أشياء نعم. كثيرة ولكن لو دخلت إلى صح. ذلك تراها. وهكذا كما قلت فضيلة الشيخ أستاذ أحمد السناي، نحن في خواتيم اللقاء مع الشكر الجزيل، ولكن هناك محورين. ومن نعم. المعاصرة اللي كانت موجودة أنا أذكر فضيلة الشيخ العلامة النذير الكاروري. نعم. يعني كان يعتلي منبر الخطبة في الجمعة ومعه الأوبزيرفر مثلا، يعني مش لأنه مثلا آه. لغة إنجليزية، لكن آه. صرحت كده وبتاع، والعلاقات وتأثير هذا على الوضع الاقتصادي العالمي والسياسة. هكذا يحتاج المسلم أن يكون الخطيب عايش عصره وينوره بالأمور والتحديات الموجودة. نعم. ما أكثر التحديات التي تحيط بنا نعم. صباح مساء. نعم. فضيلة نعم. الشيخ، هل لك تعليق في ذلك يعني؟ والله يعني مهم جدا مسألة ربط الواقع وفهم الواقع. هذه بالنسبة للداعية وللخطيب وللشيخ يعني مسألة مهمة جدا، لأن هذا الدين لم يأتي إلا ليناقش حياة الناس. ولذلك القرآن كثير من الحالات مثلا كانت تحدث، يحدث حدث ثم ينزل بعده الوحي. لم يكن العكس، لم يكن وحي هكذا في فراغ يعني. سبحان قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله. حصلت حادثة، امرأة جاءت وتشتكي زوجها طلقها بطريقة معينة وكذا فبعد ذلك يأتي الوحي. نعم. فهذا الربط بالواقع يعني هو الأصل في الإسلام. الإسلام لم يأتي من فراغ. ولذلك بعض الإخوان الدعاة والمشايخ على سبيل المثال تجد لا يزال يريد أن الناس أن يعيشوا قضايا فكرية قديمة. قديمة. نعم. قديمة ليس وجودها الآن، ليس يعني حقيقة مباشر بحياة الناس، أو تجده يتجاهل مشكلات في الواقع، ودائما يتحدث للناس عن خلافات مذهبية أو قضايا مثلا فكرية، أو حتى الكلام عن العلمانية، أو حتى الكلام عن الإسلام السياسي وكذا، بينما الناس حاجاتهم قضايا اجتماعية في المقام الأول.
قضايا تمس البيت، الأسرة، المجتمع، الشباب، الفرد المسلم كيف يبني نفسه، هذه المسائل. عدم يعني الدخول والولوج إلى قضايا الواقع، هذا ضعف في بنية الشخص يعني يعتني منبر، نسميه المثقف المسلم، نسميه الداعية، الخطيب، الشيخ. هذه ركاكة وضعف وسطحية لا تليق بالإنسان الذي يخاطب مجتمعه. المثقف المسلم وهو عنوان هذه الحلقة ربما يجب أن يكون إنسان مهتم بالواقع ومتابع جدا لقضايا الواقع، وإنسان منفتح، إنسان متزن في نظرته للأمور، وكما قلنا أيضا إنسان يبحث عن الحكمة. فلا يمكن أن يعيش في واقع منفصل عن الواقع الذي يعيش فيه. الواقع حتى يتغير كما لا يخفاك يعني أستاذ أحمد. نحن الآن تحديات جديدة قاعد تحصل في هذه البيئات وهذه البلاد التي نعيش فيها. فدور الخطيب والداعية والمثقف أنه يتابع ويكون على دراية حتى مثلا قضايا الشباب. يعني نحاول نحن نجتهد مثلا أنه نفهمها ونكون قريبين جدا منها، لا نريد فقط أن نتكلم بخطاب الجيل السابق عن يعني أنتم الشباب، أنتم كذا، ونقرع الشباب وكذا. لا، نقترب أكثر من نفسيات الشباب. لماذا على سبيل المثال الشاب يريد أن يقلد؟ يعني أنا ممكن أنتقد هذه الظاهرة وخلاص يعني، لا، لكن أنا أغوص أكثر وأحاول أن أفهم نفسية الشباب، وأحاول أن أتعمق أكثر من أين يأتي هذه الرغبة في التقليد مثلا، فأظهر قدر من التفهم ومن التعاطف. حينما يسمعني الشاب أتكلم بهذه الطريقة أكون أقرب له، لأن استطعت أن أفهم واقعه، استطعت أن أقترب منه أكثر. لست أعيش في عالمي يعني وأنتم كذا وأنتم جيلكم ونحن كنا ونحن كنا في هذا طرفة أستاذ أحمد. تجي فتيلة. تفضل شيخ فضيل الشيخ. هذه طرفة، والحديث معك يعني حديث شيق وجميل. يعني يقول أحدهم قال لابنه يا ابني، يعني قال له يعني في عمرك، أو عمره 13 سنة أو شيء كذا، ابنه قال له بيل كلينتون كان يقرأ يعني كمية كتب يعني يوميا، فيريد أن ينصح ابنه بقراءة الكتب. فالابن قال له وبيل كلينتون لما كان في عمرك صار رئيس أمريكا يا أبي. حجة بالغة ما يغني الحديث. فماذا؟ يعني أنا وأنت في الهواء سوا. فضيلة الشيخ طبعا درس علم الإدارة كما حدثني قبل التسجيل. نعم. ثم انخرط في التدريس والدعوة إلى الله. أعتقد من ثقافة من مقومات المسلم المثقف أن يكون إداريا، يعني أن يدير وقته. نحن نعم. كمسلمين طبعا على الرغم من كل مجموعة نعرف أنه دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق والسيف والوقت كالسيف بتاع، لكن ما أكثرنا هدرا للوقت. نعم. وما أحوجنا أن نعمل بفن الإدارة، إدارة الوقت. نعم. تقول إدارة الوقت مش اليوم، إدارة الحياة بشكل عام. نعم. قبل أن ندخل إلى تلطيف هذه الأجواء فضيلة الشيخ، وندخل معك في ونساء في حاجة خفيفة كده، نعم. فأعتقد إنه من الحكمة برضو إنه تدينا جرعة من خلال دراستك أنه نحن كمسلمين كمثقفين علينا أن نتمتع بفن إدارة الوقت يعني. نعم. نعم. طبعا في حاجات كثيرة لكن في إدارة الوقت. تفضل فضل. نعم. الله يبارك فيك. بلا شك يعني هو كما يقال الواجبات أكثر من الأوقات يعني، والإنسان إذا أراد أن يغطي كل شيء لن يستطيع، لكن مهم أن يدرك حدوده، يدرك إمكانياته، ويدرك ميدانه. الإنسان المثقف المسلم الواعي الذي هو يهتم بأمر المجتمع على سبيل المثال يجب أن لا يكون في كل المجالات، لا يجب أن يعني يكون يرد على كل نقطة. مثلا بعض الناس الآن يعني يقول لك أين المثقفين وأين في الرد على هذه المسألة وتلك المسألة. يعني أنا لست ملزم بأن أكون متواجد في كل مكان في كل وقت لكي أرد على كل مسألة. هذا من التشتت، وهذا من الضياع. من الأشياء التي نحتاج إليها نحن كناس نهتم بالمجتمع وأمر المجتمع أن نبدأ في وضع برامج لنا، لا نكون أصحاب ردات فعل، لا، أن نكون أصحاب مبادرات، أن نخلق مساحة نتخصص فيها قدر المستطاع لكي ننفع فيها ولكي نبني فيها شيء. إذا كان شيء إعلامي على سبيل المثال،
قناة أو كذا إنسان خلاص هذا منبر، هذه ثغرتي في الحياة، في تحديات المجتمع أنا أجتهد فيها. إذا كان العمل مع الأسر والشباب مثلا على سبيل المثال، يعني يركز في هذا الشيء وغيره من المجالات. فقدر من التركيز وقدر من ضبط الوقت وضبط يعني إيقاع التعامل في الحياة، هذا مهم جدا. كذلك كمؤسسات أيضا نحتاج أن نضبط إداريا أنفسنا، يكون لدينا رؤية واضحة ما الذي نريده وفي كم نريده. أحيانا كثير من الأحيان أنا أرى أستاذ أحمد أنه مؤسساتنا على سبيل المثال لديها رؤية، لكن هي رؤية في الهواء. يعني احنا عايزين نعمل كده، طيب كيف ومتى وما الذي يعني يحتاج الى تحقيق هذا الامر وتقسيم هذا الامر الى خطط سنويه، وما الذي يعني يظهر لي انني وصلت الى تلك النتائج، ما الذي يعني يحدد لي انني اسير الى على المسار الصحيح على سبيل المثال. تعمق في الجانب الاداري، والغرب نجاح الاداري حقيقه يعني. حتى الامريكان يسموها الاداره الامريكيه يعني لان هي الاداره، لانه هم كل شيء عندهم اداره، يعني العسكريه اداره، الاقتصاد اداره، المال حتى اداره، الحرب إدارة. الحرب اداره. نعم، هم لا يعني مهم جدا ان ياتي فعلا انسان. ديننا الحنيف هو جاء بهذه الفلسفة نعم وهذه صحيح. الفكرة يعني. صحيح الإسلام في ضبط الوقت وفي إدارة الأمور وفي تحديد الأولويات يعني. وحتى سبحان الله الانفتاح على التعلم، يعني عمر بن الخطاب أدخل الدواوين وأدخل أنظمة أخذها من حضارات أخرى يعني، ولم يرى في هذا بأسا، وصك الصكوك وهذه الأمور. الإسلام انفتح وتعلم من الثقافات الأخرى، أخذ منها ثم أعطاها أيضا، استفادت منه أيضا كذلك. نعم. فاليوم أدوات العلم وأدوات المعرفة الحديثة الموجودة يجب أن نأخذ بها، ويجب أن يعني نستفيد منها ونضبط أنفسنا بهذا الميزان. يعني ضروري جدا في هذا الوقت وفي هذه البيئة الجميلة التي أيضا فيها إيجابيات يعني، أكيد أكيد. نتعلم فيها يعني كل بارك يوم. الله فيك فضيلة الشيخ، أنا والله استفدت إفادة كبيرة، الله كانت يسلمك. محاضرة واستفدنا منها، وأرجو أن تكون، ولا أشك أن المشاهد الكريم استفاد من هذه الإيضاحات وهذا التنوير الله المنطلق يبارك فيك، من يسلمك. المفهوم الديني. وبارك الله فيك وربنا يمد في عمرك فضيلة الشيخ. الله فضيلة الشيخ، يحفظك. بما أنك أنت درست في مصر، آه، نعم. كده المنشأ كان، أنت مولود وين في إريتريا؟ أنا مولود في كرن. يا سلام. أنا كرني المنشأ وكرني الهوى برضه يعني والهواء. أي والله. وناس كرم، ناس ما شاء الله، وناس ناس كرن ناس يعني. ناس حضارة يعني، وناس يا مدنية. سلام، أي والله أنا كده كرني القرآن المنشأ الكريم هناك والمعهد. في كرن، ولكن حقيقة الخروج من كرن كان مبكر يعني، كان فلا أحمل ذكريات يعني حقيقية هكذا يعني. واحد كانت في طفولة مبكرة، ثم خرجنا إلى السودان ك يعني شأن الفترة التي كان يخرج منها الناس من إريتريا بسبب الظروف والأوضاع. مهم. وعشنا في القضارف، يعني ليست بالفترة الطويلة. أيضا الحمد لله تلقينا من علوم القرآن هناك. يا سلام. ثم انتقلنا إلى مصر، فكان المقام الأطول هو في مصر، مصر الكنانة. يا سلام. تكلمنا أنا وأنت في مصر الكنانة، وأنت شاعر حاذق يعني، وقلت في مصر يعني بارك قول كل جمعت قول كل بليغ يعني، الله فيك. وتكلمت نيابة عنا جميعا يعني في جزاك الله خير يا سيدي الكريم. ومصر يعني تستاهل. من ذا يكابد عاشق كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في الله. حب مصر كثيرة العشاق. يا سلام. فمصر هي أم الدنيا فعلا. مصر أم طيب، الدنيا. ودرست الثانوية هناك؟ درست الثانوية هناك نعم. يعني كان أيضا عدد من الإخوة المشايخ أيضا كنا قريبين منهم، وكنا يعني نستفيد من علمهم. كانت أيضا فترة الحمد لله مباركة. ثم بعد ذلك كان الانتقال إلى بريطانيا، وكانت هي الفترة الأطول يعني. حيث آه، الجامعة هناك. نعم درست الجامعة هناك وأخذت شهادة في التدريس. ثم عملت في مجال التدريس حوالي 7 سنوات. ثم بعد ذلك يعني اشتغلنا في المراكز الإسلامية. اشتغلت فترة في مركز الجالية الإريترية، مركز مسجد النجاشي، الذي أنشئ في عام 2007.
ما شاء الله. ولا يزال حتى اليوم. نعم، مركز يعني الحمد لله على مستوى جيد جدا، ويعني يجمع الجالية بفضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. ثم عملت أيضا في مؤسسة تهتم بالشباب بالنشء، وحتى كنت أخذ بعض الشباب إلى رحلات العمرة، يعني أخذ 40 شاب معي في رحلة واحدة. الله ما شاء الله. نعم، لسنوات كنا نقوم بهذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. لا زلتم حتى الآن؟ أنا ما أعمل مع هذه هي المؤسسة نعم. بشكل مباشر، لكن أنا لا أزال موجود بينهم ومعهم. التقلت في الفترة الأخيرة العمل مع مركز المنار الثقافي، نعم نعم. هو مركز كبير في غرب لندن. يعني مركز من المراكز المتميزة حقيقة، وإدارته إدارة متميزة جدا. فأتشرف الآن بالعمل معهم وبينهم يعني. إن شاء الله يوم كده نطل عليكم عبر هذه يا القناة سلام، المباركة، بإذن الله عز وجل. لنتثقف ونتنور كذلك من الله المنار يبارك فيك، بإذن الله الله، يسلمك. لأنه هذه القناة تهتم بالدعوة إلى الله نعم. وتنفتح على جميع المراكز الثقافية والدينية وكذلك نعم. اللغوية. نعم. فضيلة الشيخ، أنا سعدت باللقاء معك، الله وأحكي يفيك. لنا من المواقف طبعا الذي عاش في القاهرة ومر بمصر عنده كم هائل من المواقف الجميلة التي تذكر في مثل هكذا لقاءات لنرطب الأجواء. والله. هو ساعة وساعة يعني. صحيح صحيح. الحمد لله يعني. واحدين يفتكروا انه شيوخنا ديل ما يتكلموا ما يضحكوا وما والله نضحك. والسيرة النبوية العطرة ملانة يا بأشياء كثيرة. سلام، نعم، كان يضحك وحتى بدت نواذجه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش نعم مش نعم كمان ضحك يعني عادي. وكان الصحابة يجلسون بعد الفجر يتذكرون من أخبار الجاهلية ويضحكوا يعني. نعم نعم فلا بالعكس، والله أنا بالمناسبة لما يعني حينما ألتقي بالشباب، وأنا أكثر قربا من الشباب، يعني أحب دائما أكون قريب من الشباب. نعم نعم. أضاحكهم وأمازحهم وألعب معهم، ويعني أكون يبدو على دائما محياك ذلك فعلا. والله أكون خفيف جدا معهم وقريب جدا منهم. فهم يقولون لي أنت تبدو في العمر أكبر منا، لكن الإنرجي، يقولون الطاقة يعني طاقة شبابية. فأقول لهم بالعكس، يعني هذا من أصل الدين. فلا، نعم. أكيد المواقف في مصر يعني مواقف كثيرة جدا، لكن ربما أحكي لك هذا الموقف موقف طريف. جميل، نختم به العديد. المصريين أصحاب نكتة ومبدعين. مم. يعني حتى إذا جاء مثلا إنسان يطلب منك سؤال، يسألك ويطلب منك طلب، تجد أيضا يبدع، ويعني يحاول أن يخرج عن المألوف لكي يستطيع أن يصل يعني إلى مبتغاه يعني. نعم. فكنت مرة واقف في الشارع، وجاءني هذا الرجل، رجل كبير يعني، وسلم علي، وضع يده على كتفي، قال لي السلام عليكم. قلت عليكم السلام، كيف حالك؟ قلت بخير الحمد لله. قال لي شوف، أنت زي ابني، أنا أضع إيدي في جيبك أخذ اللي أنا عايزه، أنا بشحتش. قال لي الوالد ما بيشحتش، أنا زي أنت ابني، أنا أحط إيدي في جيبك أخذ اللي أنا عايزه والله. أقنعني وقطع الكل يعني. فما عليك فضحكت، قلت إلا يعني خلاص. فقلت له يا والدي خذ سل ما ما شئت. شئت يعني. فأعجبني أسلوب، وأعجبتني نعم نعم. الطريقة يعني. هي ظريفين يا أخ. نعم. نعم نعم نعم، أصحاب نكتة وخفيفين، وسبحان الله يعني ناس قريبين من القلب يعني. لو كان سائق تاكسي، لو كان شخص، والله أكثر من مرة نجلس على مقهى مثلا، ونكون نشرب الشاي مع بعض الإخوة، ينضم إلينا في الحديث شخص على ثم طول. يصر أن يدفع الحساب عنا. وهذا القرب يعني حقيقة تجده في مصر، شعب متميز نعم يعني. شعب جميل يعني. أذكر ذات مرة، شيخ الفاضل، أختم بها الحديث. كانت الدنيا رمضان، آه. ودخلت إلى إحدى البنوك في معاملة بنكية. مم. فكان قبلي رجل متقدم في السن، فيعمل معاملة برضه بنكية، وأنا مم. واقف خلفه. فبيقول للعاملة في البنك: مم. بقول لك إيه، الدنيا رمضان عديها كويس، أنا مش عايز حرام، أنا مش عايز حرام الدنيا. يا سلام. فأنا باعتباري آه. سؤال الصحفيين، فقلت له يا مم. حق، ولو ما رمضان كيف؟ قلت له.
فهو مصر على انه كله يقول لي كيف عد الفلوس. رمضان. مش عارف حرام ادوني رمضان. قلت له ولو ما رمضان كيف يحق؟ قلت له. مم. فضحك البنك كله يعني، بالذات اللي كنا جنب. قال لي نعم. ديك بقى بظروفها يا باشا. الله. اه والله ضحكت. لا تسأل عنها. ديك بقى بظروفها يا ابني، قال لي. لا عديها لا، كويس شعب الدنيا رمضان. فشعب جميل، ونختم جميل. بهذه الله يبارك الخطبتين. فيك وانا أستاذ والله أحمد. سعدت بلقائك فضيلة الشيخ وأنا احمد كثيرا سعدت السناي. بهذا اللقاء قدم لنا الحديث بما تود، وقيم لنا هذه المقابلة حقيقة يعني. وأنا أصر دائما أقول لهم كيف وجدت الحديث؟ يا سلام. ضيف الكريم يعني. يا أنا سلام. أقيمها قبل أن نطلع بها إلى الجمهور. كيف نعم. وجدتها؟ واختم لنا الحديث بما تشاء. الله يبارك فيك. أولا نحن يعني سعيدين أن هناك قناة حقيقة تقف وتغطي هذا الجانب، اهتمام باللغة، اهتمام بالثقافة، اهتمام بالدعوة. فجزاك الله عنا خيرا، أنت تقوم بما يغطي عنا جانب، وهذا الحمد لله من خير المجتمع، أنه تكون فيه فئات. فلولا نفر من كل فرقة يعني طائفة، كما قال الله سبحانه وتعالى، فأنه من كل جماعة منا يقوم من يغطي جانب. قناة متميزة، وأنت رجل صاحب ملكة وصاحب إمكانيات. يعني ما نريد أن نقول فيك الكثير في أمامك هكذا، لكن أنت رجل غني عن التعريف، ما شاء الله. والقناة قناة متميزة، واللقاء ما شاء الله بأيضا القدرات الإبداعية الإعلامية التي عندك جعلته خفيف وسلس، ولم يكن يعني مع العنوان المثقف. ربما بعض الناس خافوا أن يكون مقابلة ثقيلة. لكن بالعكس كانت لطيفة الله يبارك ويعني أخذنا بلطفك منها. وعلمك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، بلطفك فجزاك الله وعلمك خيرا، استمتعنا فيها والله. وثقافتك حقيقة. الله يبارك. أنا الله وجدت يسلمك. المسلم المثقف الحقيقي. بارك الله الله يبارك فيك. فيك، جزيك خير. ونعود كما قال المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله، بعد الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد السناي، إمام وخطيب مركز ومسجد المنار الثقافي بلندن. شرفنا هذه الأيام في مدينة ملبورن. لك جزيل الشكر، وإن شاء الله ربنا يعني يسجل هذه اللحظات في ميزان حسناتك. آمين يا والمدينة رب. تتشرف بك، والغناء أنت جزء منها وتتشرف بك دوما. إن شاء الله سنتقفى أثركم في لندن. عندما تعودون آمين. تعودوا بالسلام. آمين. قبل الله أن يسلمك. يكون لنا حديث مباشر وناس كذا أكيد أكيد بالتأكيد. الأماكن، ونختم بما بدأنا الحديث به. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. بارك الله فيكم. والشكر الجزيل للطاقم الفني والإداري والمشرفين على سهرهم وعملهم ليخرجوا هذه الحلقة والحلقات السابقات والقادمات إن شاء الله بالمقام الذي يليق بمقاماتكم المشاهدون الكرام. تحياتي لكم أحمد شريف برفقة الشيخ أحمد السناي. نحن كنا أحمدين في يا هذه سلام. الحلقة. يا سلام. والشكر ما هو يختم بالحمد، وحمدا لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا. والسلام الحمد لله. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.